حبايبات، شلونكم؟ يا ربي إن شاء الله الجميع يكون بخير وصحة وعافية. اليوم هذا الفيديو راح يكون هو فيديو يوم كامل، يعني من الصبح لحد ما نوصل الأربيل. احنا راح نسافر بحملة وراح أشارككم اللحظات كلها من الأول لحد الأخير. هاي هنا أنا حبيت أشارككم التنظيف قبل لا نسافر، يعني أشياء لملمتها ونظفت البيت، وشوفوا الفيديو وياي شنو راح يصير بي. هنا أنا حبيت إنه أنظف المكان، فلميت الغراض وصفطتهن وعزلت الفراش هيك بصورة سريعة. فأنتوا سولفونا شلونكم وش أخباركم؟ إن شاء الله زينين وتونستوا. وين رحتوا بالعيد؟ وين طلعتوا؟ وين مشيتوا؟ شنو رايكم بالقناة؟ سولفولي إذا تحبون، يعني شنو تحبون الفيديوهات أكثر، تكون فيديوهات روتين أو عادي إذا جولات، لو جولات مشتريات. يعني أني أحب أنوع، يعني هو شنو يصير وياي أنزله، مرة روتين، مرة سفر، يعني مرة طريق، يعني كل شي يصير ويانا أحب أشاركه لكم. اللي ما متابعني على الانستا موجود بلمحة، أو مرات أنزله بصندوق الوصف أو بأول تعليق وأثبته. يا ريت متابعتي على الانستا، مرات شوية جاي أتفاعل بيه وأنزل يومياتنا بيه. وطبعا أحب أرحب بكل أحد جديد انضم لنا، وأقول لهم أهلا وسهلا بكم، ويا أهلا وسهلا بالقديمين والجدد. أحبكم كلش هواي، وبيكم إن شاء الله يعني يصير لي واهس وأنزل أكثر. وطبعا سامحوني تأخرت عليكم فترة، ما نزلت تقريبا هيك خمسة أيام صار لي أو 6 أيام. شوف الفيديو شو وقت راح ينزل. بس سامحوني، طبعا دائما كل فيديو أعرف أنا هذا الشيء أذكره إنه أني أتأخر بتنزيل الفيديوهات، لأن مثل ما تعرفون بالفيديوهات السابقة والجدد اللي ما يعرفون أني يعني هو الفيديو يجي بوقته، يعني صار فيديو عندي نزلته، ما عندي فيديو أظل أتأخر إيش قد ما أظل يعني لحد ما يصير عندي يلا أنزل. هاي هنا مسحنا الميز وسويت هيك بصورة سريعة. طبعا أكثر شيء يتعب بالفيديوهات هو صراحة التسجيل، يعني هو الواحد لو بنفس الوقت أني أسوي الصوت والحكي كان صار أسهل، كان نزلت بسرعة. بس المشكلة الأطفال وصوتهم، لو طلع لكم خلف الكواليس الأصوات شلون صايرة. هاي الحمالة اللي ذكرتها بالمشتريات، شوفوها شلون. هاي هنا كمامات تتعلق، هنا السويتش والموبايل. هاي هنا حبيت أسوي كيكة، وطبعا أنا قبل يومين مسوية كيكة هي مالت العيد، بس سويت كمية هواي لأن محسبة حساب إنه للطريق للسفر. وحبيت هنا أسوي الكيكة حتى ناخذها للطريق. وهم اشترينا حبشكلات وأشياء، لأن تعرفون طريق طويل وجهال، وإحنا يعني واحد يجوع بالطريق. راح أخليكم ويا الوصفة، جربوها كلش طيبة. طبعا شفتها أني بالفيس، وهي قناة على اليوتيوب، بس أنا شفتها هي ناشرتها بالفيس فعجبتني وحبيت أشارككم إياها. اللي ما شايف الفيديو واللي ما مجربها خليه يجربها، لأن كلش طيبة طلعت.
بعد ما كملنا الفيديو مثل ما شفتوه، هنا أنا حبيت أشارككم السفر، تصفيطة الغراض والملابس والأشياء اللي راح ناخذها ويانا. هاي الجنطة اشتريناها هي بوقت السفرة، يعني ما ردنا نروح، لأن إحنا الجنط اللي عندنا التايرات مالتها الموديل القديم عندنا إحنا كبار ووسط، بس التاير مالها الوسط فالت، فقلنا ناخذ لنا وحدة زينة وتاخذ كل الملابس. صراحة هم زين أخذنا هذا الحجم، لأن كفت 5 نفرات وهواية أخذت ملابس. شوفوا هاي الفرشة كلها زينة، يعني للشعر القوي الثخين الطويل ما تملخ. منها ما أخذتها من الديوانية من سوق التجار، سعرها ب10، بس أكو أصغر من عندها ما أدري بيش، يمكن ب6. ايه، فهاي الجنطة أخذت مال 5 نفرات كل احنا. هي تاخذ من هاي الجهة وهاي الجهة المقابلها هماتين، نحط بيها الغراض وبيها سحابة. فحبيت أشارككم، إن شاء الله نوصل بسلامة، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية تعجبكم، وراح أشارككم السفرة كلها. وهاي هنا أنا سبحت عبودي وجاي أسوي له بشعره، ومن بعدها سبحت لمار وسبحت رودي وسبحت وخلنا الغراض ورحنا وراح أخلي وياكم موسيقى، مشاهدة ممتعة. ما أدري. شوفي عبالي مدير. وصلنا. كل العالم راح الشباب. دعوة. شو
وهاي هنا وصلنا الأربيل وهذا الفندق اللي احنا بيه. فحبيت أصور لكم المكان أول ما وصلنا، أول ما طبينا بكنتور وبهذا ميز التواليت حجمه كلش حلو وكفى للغراض، يعني بجرارة وكوميدي وكنتور. وهذا حبيت هماتين أواري لكم تكرمون الحمام. طبعا المي عندهم مو طبيعي، بارد ومي قوي، يعني كلش قوي. فهنا وراح نوصل وياكم نهاية الفيديو إن شاء الله، يا ربي يكون الفيديو نال إعجابكم، وراح نوافيكم بفيديوهات الجاية بسفرتنا للشمال بين الجبال، الشلالات، السوق، يعني شنو يصير ويانا راح نصور لكم إن شاء الله، وما أتأخر عليكم بالفيديوهات اللي أنزلهن من بعد ما وصلنا. فهماتين حبيت مثل ما شاركتكم بلمة الغراض وتحضيراتهن وتصفيطاتهن، حبيت أشارك إنه وصلنا وشلون راح ألمهن وأصفطهن وأخلي كل شي بمكانه. طبعا عجبني بالفندق أكثر شي إنه بيه هواي مكانات، يعني هواي بجرارات، بالكنتور بابين، بميز تواليت هواي 3. فكلش عجبني بهذا الشي وسهل لي، لأن صفطت كل شي بمكانه، يعني خانة خاصة الرودي وجرارة خاصة الرودي ومال مكياج مال أشياء، يعني حلو هيك يكون، مو يعني كنتور واحد بالفندق وما تعرفون تحط غراضك، أكثريتهن يبقون بالجنطة. فهذا الشي حلو كلش وعجبني بيه، هذا أكثر شي عجبني بالسفرة إنه أكو مكان. يا ريت تكتبولي بالتعليقات شنو رايكم بالفيديو، واللي ما عنده كلام يعني يقول عليه حلو أو مو حلو أو شي، يا ريت يترك لي اللهم صل على محمد وآل محمد بالتعليقات، لأن التعليقات ترفع الفيديو هماتين تساعدوني بهذا الشي. والتعليقات أنا كلش أحبها، وحتى ما ينحضر الفيديو أو التعليقات يسدوها بعض الأحيان اليوتيوب يغلق التعليقات بسبب قلة تعليقات أو ظهور صوت من الأطفال. فحبايب قلبي راح نوصل وياكم نهاية الفيديو إن شاء الله، يا ربي يكون عجبكم. وإذا جديدين ويانا وأول مرة تشوفون الفيديو يا ريت تخلونا لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، وإن شاء الله وأكون خفيفة الظل عليكم. أحبكم كل شي هواي. باي باي.